السؤال يتبادر للذهن. لما نفتح كتب التجويد نجد باب أحكام الميم الساكنة، نجد باب أحكام النون الساكنة والتنوين. لماذا لا نجد باب أحكام الصاد الساكنة، باب أحكام الضاء الساكنة، باب أحكام الشين الساكنة؟ لماذا هذان الحرفان بالذات الميم والنون لهما أحكام إذا لقيا حروف الهجاء وهما ساكنان، الميم الساكنة، النون الساكنة والتنوين؟ لماذا هذان الحرفان بالذات لهما أحكام إن لقيا حروف الهجاء؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن الميم والنون كما ذكرنا في مخارج الحروف هما جزءان، جزء فموي وجزء خيشومي. أما الميم فجزءها الفموي هو الجزء الشفوي، وجزءها الخيشومي هو الغنة. وأما النون فجزءها الفموي هو الجزء اللساني، لما أقول أن فأقرع بطرف لساني مخرج النون، ويصاحبه أيضا الجزء الثاني النصف المكمل كما سماه أئمتنا في علم الصرف. هذان الجزءان يشكلان حرف النون أن، والجزءان الآخران الشفوي والخيشومي أم يشكلان حرف الميم. فلما كانت الميم والنون لكل منهما جزءان، جزء فموي وجزء خيشومي، كانت العرب تستسهل أن تبطل عند بعض الحروف الجزء الفموي وتبقي الجزء الخيشومي أسهل عليهم في النطق. لأن إذن دائما البحث عن الأسهل في النطق، دائما تغيير الإظهار إلى غيره تغيير إلى الأسهل. هذا الذي يجعل الميم الساكنة لها أحكام، والنون الساكنة والتنوين لها أحكام.